كان يا مكان في زمان بعيد في مدينة فاس القديمة، كانت الزناقي كتضيع في ريحة العود، والرياضات كتعجب الأسرار. ووسط هاد النور والظل كانت حكايتنا كتنسج بخيوط القدر. أنا راوية الحكايات، جاية نرد عليكم قصة من زمان القناديل، من وقت المرأة اللي قلبها عامر بالإيمان والنور، سيدة الضلال فاطمة الزهراء. ديروا إعجاب وتابعوني وخليونا نغوصوا في هاد الحكاية اللي كتجمع بين الحب والسر والنصر. بزمان بعيد فاس القديمة كانت الزناقي كتغني بصوت النحاس، والعيالات اللي كيغسلوا في السقايات، والوليدات كيجريو بين الطيور. المدينة كانت عامرة بالريح والعطر، فيها عبق التاريخ ودفء الناس. وسط داك الزمان كانت دار سيدي إدريس، واحد السيد معروف في الحومة، عنده تجارة في العطر والعود، ومرتو لاله حبيبة مرة طيبة وقلبها عامر رحمة. عندهم بنت سموها فاطمة الزهراء، هي حسناء من فاس، وجهها مضوي بنور وعينيها فيهم سر عميق. فاطمة تربات في دار العز بين القفاطين المطرزين والشموع اللي دايما شاعلة، ولكن كانت دائما كتحس بشي فراغ غريب، بحال شي حاجة كتناديها من البعيد. الناس ديال فاس كانوا كيعرفوها بالصمت ديالها، بالحياة ديالها، وبالنظرة اللي فيها تفكير أكثر من الكلام. النهار اللي مشات فيه مع أمها للزاوية باش يزوروا الولي الصالح، داز قدامها شاب اسمه يوسف، طالب علم جا من مكناس، وكان كيساعد الفقيه في الزاوية. من داك النهار بقات كتفكر في وجهه، في طريقة كلامه، في النظرة اللي خلات قلبها يدق للمرة الأولى. يوسف حتى هو ما قدرش ينساها، بقات الصورة ديالها في بالو وهو كيساعد الناس ويقرا في المصحف. كل نهار كان كيمشي للزاوية في البطحاء، كيسمع الدعاء ديالها من بعيد، وكيقول في سره الله يجعلها من نصيبي. ولكن القدر فاس ما كيعطيش النية بسهولة. واحد النهار منين كان يوسف كيعاون الفقيه، لاحظ باب صغير في زاوية قديمة مغطي بالغبار. سولو، قال ليه الفقيه الجلالي هاد الباب مسدود من زمان، وراه سرداب فيه سر قديم ديال المدينة ما يقربوش ليه الناس. يوسف منساش كلامه، في الليل مشى يشوف الباب، وساعتها سمع واحد الهمسة، كانت صوت فاطمة الزهراء. قالت ليه يوسف الدعاء ديالك كيوصل ليا. قرب منها وقال حيت قلبي ما قدرش يكتم اسمك. في داك اللحظة الباب القديم تحرك بوحدو، والصوت الحديد دوا في المكان، والقنديل بدا كيتمايل. طفى النور وبان ظل مرا لابسه خمار اسود، ما بانش وجهها،
غير عينيها كيضويو بنور باهت. الفقيه سمع الصوت وجا يجري. ما تفتحوش الباب، راه ماشي ديال البشر. من داك النهار ولات فاطمة كتحلم بهاد المرأة، كتشوفها في المراية كتضحك ليها ولكن ما كتكلمش. وجه فاطمة ولا شاحب، والنور اللي كان في عيونها بدا يطفى. امها خافت، جابت الفقيه للدار وبدات الرقية. الفقيه قال راه الظل قديم تابع نسابكم، اللي حرك الباب حرك العهد. فاطمة سمعت كل شيء، مشات عند القنديل، حطت يديها فوقه وقالت إلا كان الظل من دمي نخليه ينور الطريق ما يطفينيش. ومن داك الحين القنديل ولا كيضوي بوحدو في الليل، والدار رجعات فيها راحة غريبة. يوسف بقى كيشوفها في الأحلام، كتجيه بنور خفيف كتقول له ما تخافش من الظل، راه غير وجه آخر للنور. دازت أيام حتى جا واحد النهار والباب اللي في الزاوية تفتح وخرج منه ضو كبير. يوسف دخل لقى السرداب فيه مراية صغيرة. في المراية شاف وجه فاطمة الزهراء كتضحك وعينيها فيهم سلام، وراه بان نفس الظل القديم واقف بحال الحارس. كل حب طاهر خاصو يمر من بين الظل والنور باش يصدق. هكا سمعوا بصوت خفيف جا، المراية تشقات وخرج منها نور غطى المكان كامل. في داك النور يوسف شاف مشاهد من الماضي. سيدي دريس الشاب اللي كان كيطلب ربي يحمي نسلو من لعنة حب قديم، حب ما كملش وتحول للعهد. يوسف فهم فاطمة ما كانتش ضحية، كانت هي اللي كملت العهد. رجع يوسف للدار، لقاها نايمة في هدوء وجهها مضوي وريحة العنبر عامرة في المكان. الأم كانت كتبكي والأب ساكت. يوسف قرب منها وقال النور بقى هنا. ومن داك النهار ولات الناس فاس كيعرفوا القصة ديال سيدة الضلال، بنت من نور كتحرس الزوايا والبيوت القديمة. كل ما تشعل شمعة في المدينة كيتقال نور الزهراء طلع. حتى اليوم فاس كاين قنديل ما كيطفيش في الزاوية القديمة في البطحة، كيسموه قنديل الزهرة. وكيقول الراوي النية الطيبة كتغلب كل لعنة، والظل ما كاين غير باش يعرفك شنو قيمة النور. وهكا بقات فاطمة الزهراء سيدة الضلال، رمز الحب اللي ما ماتش والسر اللي باقي كيتحكى في كل رياض فاسي قديم. وهكذا طفى القنديل، ولكن ضو باقي منقوش في قلوب اللي سمعوا الحكاية. فاطمة الزهراء بقات رمز للنور اللي ما كيطفيش وللنية الصافية اللي كتغلب الظلام. كل مدينة عندها أسرارها، وكل رياض فيه قصة مازال كتسنى اللي يحكيها. إلا عجبتكم الحكاية ديروا إعجاب وشاركوه مع اللي كيعشق التراث المغربي، ورجعوا ليا في الحكاية الجاية لأن كل ليلة عندها قصة
وكل قنديل عنده نور خاص به.